السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. صفقات الاهلي كده نلم الدنيا كده باب الانتقالات اتقفل. مساء الخير بقى، النهارده جاي معاكم بحلقه ناريه عن صفقات الاهلي في الميركاتو الشتوي. النادي كان شغال في صمت لكن في الاخر عمل تدعيمات تقيله جدا. تعالوا نشوف جبنا مين في الاخر بعد الليله دي كلها. نبدا طبعا باول صفقه، المغربي اشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق انضم للاهلي في صفقه انتقال حر. بن شرقي غني عن التعريف، اصلا عنده خبره في الدوري المصري بعد ما لعب للزمالك. كلنا شفنا اصلا التقديم بتاعه والدنيا بتاعته كانت ماشيه ازاي. حرفيا النادي الاهلي فرس نادي الزمالك بالتقديم بتاعه، وجوده هيكون اضافه هجوميه ناريه حرفيا. تاني حاجه طبعا الصفقه الثانيه هو مهاجم جديد اسمه جراديشيار، اللاعب السلوفيني اللي جاي من نادي افريهار المجري. ده مهاجم سريع، طبعا كلنا شفنا الاداء اللي بيأديه لحد دلوقتي في شوطين اتنين. الراجل عامل مساهمتين وجايب هدفين، وهيكون حل هجومي جديد لمارسيل كولر. الاهلي كان محتاج مهاجم صريع وجراديشيار عنده الامكانيات ان هو يكون الحل حرفيا. اما بالنسبه بقى لثالث حاجه فالدفاع، فالاهلي جاب صفقه مهمه جدا في الدفاع وهي مصطفى العش من نادي زد، اعاره لمده 6 شهور. اللاعب ده شاب واعد وعنده امكانيات تخليه يثبت نفسه ان شاء الله بسرعه باذن الله امام مارسيل كولر. اما بالنسبه طبعا لمين كمان خط الوسط، الملعب اتدعم بلاعب جديد هو احمد رضا من بتروجيت، لاعب عنده روح قتاليه وهيزود الخيارات التكتيكيه في نص الملعب باذن الله. اما الصفقه اللي كل الناس بتتكلم عنها دلوقتي فهي محمود تريزيجيه، اللاعب قريب جدا من العوده لكن الكلام كله ان هو هيكون موجود في الصيف مش دلوقتي. الاهلي بيحاول يرجع باي طريقه، ولو تم فعلا يبقى الفريق بقى عنده سلاح هجومي خارق، وفي الغالب يعني الصفقه تمت ولكن هتكون في الصيف باذن الله. الاهلي كده قفل الانتقالات الشتويه بتدعيمات قويه جدا. جبت 5 لعيبه بعد دوشه، محمود تريزيجيه، اذا كان احمد رضا في خط النص، مصطفى العش في خط الدفاع، جراديشيار في الهجوم، وكمان اشرف بن شرقي في الهجوم. فانت عندك كده انتقالات شتويه اتقفل، تدعيمات قويه في كل الخطوط، مش بس بيقوي الفريق دلوقتي لكنه كمان بيخطط للمستقبل. ايه رايكم في الصفقات دي؟ مين بقى رايكم هيكون العلامه الفارقه في الدور الثاني من الموسم؟ استنونا طبعا ان شاء الله نتكلم في حلقات جايه على حاجات كتير جدا، وشوفوا القناه باذن الله هتلاقوا فيها حاجات مهمه. يعني سلام.